السلام عليكم، اسعد الله صباح الجميع. يقول لك من علمك حرفا صرت له عبدا. ايام الثانويه قبل تقريبا 4 سنين انا تخرجت من الثانويه عام 2012، فكانت معي معلمه لهذا الاربع سنوات حق الانجليزي، كانت معلمه واحده، فواجهت صعوبات كثير معها، صعوبات كثير جدا جدا. كنت افكر انها ما تحبني، لكن في النهايه عرفت وادركت انها كانت تعمل كل هذا لمصلحتي. والآن بعد تقريبا 4 سنين من تخرجي من الجامعة قررت ان انا اتصل لها واعزمها نروح الى مطعم عربي ونتغدى. بس على السريع قبل ما نروح نحط بقايا الاكل الطيور اللي قد لي يومين ما حطيت. عاد نلتقي بعد نص ساعة، لازم اكون هناك على الموعد. هذه هي الثانوية العامة اللي درست فيها، وبرضو درستني المعلمة في هذه المدرسة. هذه ما شاء الله مدرسة كبيرة كويسة، وفيها أكثر من قسم، فيها قسم هندسة، فيها قسم من تكنولوجيا. طيب الآن وصلت باب المطعم واتصلت لها وقالت يمكن تتأخر 10 دقائق كذا. أنا فكرت إن أنا متأخر، لكن طلعت المتأخرة هي. يلا ماشي مشكلة، ندخل المطعم وننتظرها، لأني قلت لها بنتظرها داخل المطعم. خلوني أكلمكم قليل عن الأستاذ هذا وكيف مرت 4 سنين وأنا معاها. أول حاجة أنا أول ما وصلت لأمريكا حطوني في ثانوية عامة لمدة 4 شهور، من شهر 2 لشهر 6 لما خلصت السنة الدراسية سنة 2007. فبعدها نقلوني إلى ثانوية ثانية فبعدها نقلوني إلى الثانوية اللي رويتكم قبل شوي. هناك بدأت من الصف التاسع، وهذه الأستاذة كانت هي الأستاذة الإنجليزي للطلاب الأجانب، فكان معي كل يوم كلاس معها، فدرست عندها 4 سنين. هي ما شاء الله تحب انها تساعد الناس، تحب انها تضغط على الشخص لكي ينجح، تحب انها تفعل اشياء كثيرة، لكن انا كنت اخذها من الجانب السلبي، ما كنت اخذها بطريقة ايجابية، كنت اخذ اللي تفعله لي بطريقة سلبية، حيث اني كنت افكر انها ايش تدفعني وتدهفني بقوة على اساس افشل. كنت اقول يعني اذا انا مش عارف انجليزي ليش تعطيني اشياء كثيرة ادرسها؟ وكانت تعلمني اشياء للجامعة، كانت تقول بتحتاج هذا في الجامعة، بتحتاج هذا بعد ما تخرج من الثانوية بتحتاج. وما كنت اخذهن بمنتهى الجدية، كنت افكر انها يعني بس تحاول انها تصلح عملها. لكن بعدها بعد ما تخرجت من الثانوية ودخلت الجامعة اكتشفت انه كل اللي كانت تصلحها لي كان لمصلحتي، لانه اللي كانت ترويني اشياء اللي بحصلها في الجامعة حصلتها في الجامعة، واضطريت ان انا ادرسها واتعلمها بنفسي. لو سمعت كلامها واخذت الدروس اللي كانت تعطيني بجدية كان انا ما ضيعت وقت في الجامعة اتعلم الاشياء اللي كانت هي تحاول انها تعلمني في الجامعة. لكن الحمد لله، واشياء كثيرة تعلمتها في الجامعة كان المفروض اني اتعلمها عندها، لكن انا كنت غافل. لكن الحمد لله تعلمنا من هذه الدروس، وكل واحد يغلط. فبعد 4 سنين من تخرجي من الثانوية ما شفتها، قررت اليوم لما اتصل لها لأن رقمها عندي، اتصلت لها وعزمتها كامتنان وكشكر لما قدمته لي، انه يقول لك من علمك حرفا صرت له عبدا. This is my teacher after what, 4 years of graduating? Yeah, 4 or 5. 4 or 5 years. So this is the one I was talking to you guys about, how I used to have a very hard time, how I used to give her a very hard time. She was pushing me so hard towards success, but I wasn't taking it that way, I was taking it in a different way. And today I was thinking to invite her, and I did invite her as a gratitude from me for what she has done to me, because she was giving me lessons that at that time I wasn't thinking of being good. Right now her lessons are with me for the rest of my life. So I'm very proud of you. Yep. If you want to say something? Hi. You want to tell them the words you know in Arabic? Oh, I know very few words in Arabic. I know Inshallah. Inshallah. I know Hafla.
حفلة. And I know algebra. And fakir. And fakir. Yeah, I used to tell him that he had to think every day. Alright. الحمد لله تغدينا، وزي ما شفتوا الأستاذة محترمة وطيبة، وكانت تحاول بقدر الاستطاع انها تساعدني وتساعد جميع الطلاب، لكن كنا نفهم غلط. يعني لما تدهفني بقوة، لما تدفعني بقوة نحو النجاح، كنت افكر انها تعاملني هكذا لان انا عربي، لكن لا، انا ما عرفت كل هذا الا بعد ما تخرجت من الثانوية ودخلت الجامعة. عرفت ان كل اللي كانت تفعله كان لمصلحتي، لانه اشياء كان المفروض ان اتعلم من عندها تعلمتها في الجامعة، واضطريت ان انا ادفع فلوس واتعلمها من جديد. متوجه الى الجامعة حقي لانه في معايا مادة في الانتظار، في جامعة الانتظار صار لها تقريبا 4 شهور، والجامعة ما تبدأ بعد كم يوم، بعد يومين، فضروري اشوف ايش حصل لها. وصلنا الجامعة وباقي تقريبا دقيقة واحدة بس. يا الله، إن شاء الله ما سكروا. خلينا ندخل بسرعة. في حاجة هنا في المدرسة مشتاق لها قوي، خلنا نروح نشوفها. بوب كورن هذا مسكر، ظاهر ما يفتحوا الا لما تفتح الدراسة. لحقنا عليهم في الدقيقة الأخيرة، لكنهم متعاونين بالرغم قد كانت الساعة 3 والساعة 3 يسكروا، دخلوني وسجلت في المواد الحمد لله، كملت أموري. والجمعة اليوم جمعة، والاثنين تبدأ الدراسة، وسلامتكم. مشتاق للدراسة والله. أمر على تابس اللي محتاجين بس بيبر، رح ناخذ بيبر. وين الباجز؟ أول حاجة هذا ناخذ باجز. طيب ناخذ 2 1 والآن نرجع شبه ونشوف ذا الفلوج اللي أمس حملته إذا نزل على اليوتيوب ولا لا، لأني قمت الصباح وكان قد وصل إلى 66%، وخرجت. والآن نرجع نشوف إنه النت عندي بطيء في البيت، بطيء جدا جدا. نرجع نشقه ونشوف أول حاجة هل تحمل الفلوج ولا لسه من أمس ولا تحمل. يعني الآن ضروري إن أنا أحملها مرة ثانية. الآن ننهي الفلوج، وإن شاء الله الفلوج اليوم أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.